عشان الناس اللي دايما بتسالني فين احلى مكان بيعمل كريب، المره دي جايب لكم واحد من احلى الاماكن اللي بتعمل كريب في مصر الجديده، ان ما كانش كمان احلاهم بالنسبه لي. والمكان ده هو طربوش افندي، واللي بيعمل كريبايه فعلا حكايه. من اول عجينه الكريب الطريه بتاعتهم وحشو الكريب نفسه اللي كله فريش ومعمول ومتبل بايديهم، لحد الصوصات النظيفه اللي شغالين بيها عشان في الاخر يطلعوا لك كريبايه تاكل صوابعك وراها. كل اللي قلته ده بقى كوم، واسامي الكريبات والميكسات بتاعتهم دي كوم تاني خالص. الكريبات عندهم في المنيو اساميها تقيله وتاريخيه، زي مثلا كريبايه ام كلثوم ومصر والسودان، ده غير كريبايه سعد زغلول والخديوي. اسم كل كريبايه اصلا بشخصيه وطعم مختلف. انا عن نفسي اكتر كريبايه حبيتها من عندهم بتاعه ام كلثوم، ودي بيبقى فيها صدور فراخ فريش معاهم سلامي وجبنه كيري، حاجه كانت تتاكل ومش محتاجه شرح. بس اللي فعلا ما كنتش عارف ابطل اكل فيها هي كريبايه الخديوي. حاطين جواها برجر وسجق وسوسيس بكواليتي عاليه جدا، وبدون مبالغه طعمها فضل في بقي حتى بعد ما خلصتها. وبصراحه وعن تجارب كتير قوي هم بيعملوا كريب جامد وفعلا طعمه مختلف. هم كمان عاملين عروض حلوه جدا على الكريبات، اسعارها بتبدا من 140 جنيه وبتوصل لحد 350 جنيه. فمن الاخر كده ومن غير رغي كتير، لو عايزين كريب حلو وطعمه خطير يبقى عليكم على طربوش افندي من غير اي تفكير. هكتب لكم كمان العنوان بتاعهم بالظبط وكل التفاصيل، واستنوا في الفيديوهات اللي جايه اماكن حلوه تانية كتير.